لو عندك معلقتين زيت من بتوع التموين، معلقتين زيت وبس، وكمان حوالي كوبايه من الدقيق، وفي الخلاط جربي بقى الاختراع الرهيب ده وهتعمليه في دقايق كمان. بس بتمنى بقى لو الفكره عجبتكم ما تبخلوش على اختكم بلايك وكمان تعليق حلو منكم. في الاول خالص كده احنا نشتغل في الخلاط علشان يعني نسهل الامور على بعض. فهنضيف فيه 3 حبات من البيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه، وكمان شويه من الفانيليا، وهنضيف كوبايه الا ربع من السكر بما يعادل 150 جرام من السكر. هنا بقى هنشغل الخلاط بحيث ان السكر يختفي معانا تماما. ضروري نفضل نقلب في الخلاط لحد ما السكر يختفي معانا ويدوب جدا. في المرحلة دي بقى هنبدأ هنا نضيف كوباية وربع من الدقيق. كوباية وربع من الدقيق بيعادلوا معانا برضو بالجرامات 150 جرام من الدقيق، يعني 3 بيضات وعليهم رشة من الفانيليا، كوباية وربع من الدقيق، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بلاش برضو نكتر كمية البيكنج باودر أكتر من كده. وهنا بقى هنضيف معلقة كبيرة ونص من الكاكاو الخام. يفضل طبعا يكون نوعية الكاكاو نوعية كويسة علشان في الآخر النتيجة تكون مظبوطة. بس لو متوفر عندك أي نوعية كاكاو تقدري إن انت تضيفيها وما تكلفيش نفسك يعني فوق طاقتها، لأن بصراحة الكاكاو الخام الأسباني بقى غالي جدا الأيام دي. هنا بقى هنضيف معلقة كبيرة من الخل، وهنضرب كل المكونات مع بعضها في الخلاط كويس جدا. بعد ما ضربناهم في الخلاط، في المرحلة دي هنضيف معلقتين كبار من الزيت، هما معلقتين كبار بس من الزيت، وهضيف كمان ربع كوباية من المية. وهناخد بقى الخليط ده ونبدأ كده بمعلقة ان احنا ننزل كل السوائل يعني في الخليط علشان ينضرب معانا بسهولة. وانت هنا بقى بتضربي المكونات في الخلاط، لو حسيتي ان الخليط تقيل معاكي شوية تقدري تضيفي كمان ربع كوباية من المية. هنا كمية المية اللي احنا بنضيفها بيرجع على حسب حجم حبة البيض. يعني لو حجم حبة البيض مناسب معاكي يبقى هتضيفي ربع كوباية من المية، لو صغير شوية هيبقى نص كوباية من المية. هنجيب بقى هنا ازازة المية فاضية اللي هي الازازة الصغيرة، والغطا بتاعها هنبدأ ان احنا نعمل فيه فتحة صغيرة بالشكل ده، وهناخد بقى الخليط ونبدأ نضيفه في الازازة. لو شفتوا الخليط هتلاقوا ان قوامه وسط بالشكل اللي انتوا شايفينه. كده بقى الخليط جاهز معانا، وتعالوا بقى لأهم خطوة وهي خطوة التسوية. طبعا احنا هنشتغل على طول، مش هنسيب الخليط ده شوية، مباشرة هنشتغل. فمعانا طاسة، اهم حاجة الطاسة لازم تكون سخنة جدا جدا جدا، وكمان درجة الحرارة هادية. وهنبدأ بقى ان احنا نوزع دواير صغيرة بالشكل ده. واول لما تبدأ تعمل فقاقيع من فوق والعجينة تبدأ تختفي معانا من فوق، هنبدأ على طول ان احنا نقلب الدواير دي على الناحية التانية. طبعا ما شاء الله ما بتاخدش اي وقت، يعني في دقايق بتكوني مخلصاها. اول لما بتحسي ان الطاسة بتتحرك معاكي بسهولة، على طول هنبدأ نخرجها بالمنظر اللي انتوا شايفينه. هرجع تاني أأكد عليكم، كل ما بنيجي نستخدم الإزازة لازم نرجها كويس علشان الخليط ينزل معانا في منتهى السهولة. الطاسة سخنة جدا، النار بتكون هادية، وبنبدأ ان احنا ننزل العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه. اول لما نحس ان هي بدأت تاخد لون من تحت، على طول بنبدأ نقلبها على الناحية التانية. وبنعرف ان هي استوت على الناحية التانية لما بناخد واحدة كده نشوفها، او لو احنا حركنا الطاسة فبتتحرك معانا في منتهى السهولة. ولو وصلتوا بقى معايا في الفيديو لحد دلوقتي وحسيتوا ان الفكرة بجد عجبتكم، يا ريت بقى ما تبخلوش على اختكم بلايك وكمان تعليق حلو منكم، وبالمرة كمان قولولي بتتابعوني من اي بلد. عايزة بقى هنا كمان أوضح نقطة مهمة جدا، إن لازم يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة، وإن كمان كمية السكر بتكون في الوزن قد كمية الدقيق، بس بتختلف على حسب الوزن. يعني كوباية السكر 150 جرام، أما كوباية وربع من الدقيق 150 جرام. بعد بقى ما خلصنا الكمية كلها بالشكل ده، عايزة اقول لكم ما اخدتش معايا اي وقت نهائي. يعني ممكن الكمية كلها كده اخدت معايا حوالي من 5 ل10 دقايق كنت مخلصة الكمية كلها. يعني اظن مفيش اسهل من كده، لا هتحتاجي فرن ولا هتحتاجي اي حاجه، في الطاسه وعلى البوتاجاز وهتخلصي الكميه كلها زي ما انت شايفه في دقايق. بالنسبه بقى للحشوه، اي حاجه متوفره عندك. انا هنا استخدمت الشوكولاته البيضاء دوبتها في حمام بخار او كمان في الميكروويف. وكمان تقدري تستبدلي الشوكولاته مثلا بمربى. انا هنا عايزه اجيب قطعتين من الحلوى دي وابدا ان انا يعني زي يعني الزقهم في بعض، فاهمين طبعا الفكره. بعد ما لزقت بقى اتنين في بعض، هبدأ ان انا ازينهم بشوكولاتة. طبعا الشوكولاتة دي برضو دوبتها في حمام بخار، عليهم معلقتين كبار من الزيت، وبدأت ان انا ازينها بالشكل ده. مش قادرة اقول لكم على طعمها وعلى اللذاذة اللي هي بتبقى فيها. تقدري
تعتبريها مثلا وصفه للفطار، وصفه للعشاء، وكمان تقدري تحضريها مع اللانش بوكس، تبقى جميله جدا. هنا بقى بعد ما خلصت الكميه كلها طبعا بسيب الشوكولاته تبدا ان هي تنشف شويه على الحلوه دي، ونسيبها مثلا حوالي 5 دقايق كده على رخامة المطبخ. طبعا تقدري تقدميها بالشكل اللي انت شايفاه، او تزينيها بأي حاجة تانية متوفرة عندك. يعني تقدري تزينيها كده ببقية الشوكولاتة اللي احنا كنا مدوبينها مع بعض، او تقدري كمان تزينيها مثلا بصوص كراميل. اي حاجة متوفرة عندك وحابة ان انت تزينيها تقدري تزينيها بيها، وكمان شوية من الشوكليت شيبس. وكده خلاص الحلوة بتاعتنا بقت جاهزة معانا. واحلى حاجة بقى مع الحلوة دي هي كوباية شاي على اللبن، بتودي بقى الطعم في حتة تانية خالص. تعالوا كمان بينا مع بعض كده نكسر الحلوة دي واوريكم قد ايه هي جميلة جدا. بص بقى، قوامها من بره بيبقى عامل زي البسكوت مقرمش، اما من جوه كده بتبقى عاملة زي الكيك، طرية وجميلة جدا وهشة كمان. لو عجبتكم بقى الفكرة يا ريت ما تبخلوش على اختكم بلايك، وكمان تعليق حلو منكم، وقدموها بألف هنا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. باي باي.